لما بلش ينتشر الإسلام ويقوى نفوذه وبلشت هالناس تصحى والشباب تعقل وتآمن أفواج برب العالمين، والكبارية والسادة قريش ما عاد حسنت تضبط الأوضاع، ضاج من هذا الشيء العنيدين بالكفر والمشركين والمتمسكين بهذا الشيء. ليش؟ لأنه أسواق هون انضربت وخفت الزباين عندهم، مثل بيع الخمر بلش يخف، أماكن الزنا واللهو والرقص والعربدة بلشت تخف زوارها. هذا اللي متورط ببضاعة أصنام جايبة من الشام تكدست عنده ما حدا عم يشتريها. وتهديدهم وعذابهم والشدة مع الناس ما عاد ينفع، لأنه العقل والمنطق أقوى من أي سلاح بالعالم، والحق بده يظهر مهما الباطل حاول يخبيه ويطمسه. المهم اجتمعوا السادات قريش بدهم يلاقوا حل لهالمشكلة هي. وصلت الشغلة انه حتى شبابهم وابنائهم صارت تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لك ما عاد لهم قدر وقيمة. سلطتهم بلشت تدوب، الشباب الطالع ما شاء الله كله واعي وذكي، ما عاد سمعوا لهم كلمة ولا عاد آمنوا بتخاريفهم، وانه يحكموهم عن طريق الشهوات مثل قبل. كله زاد، كله بده رضا رب العالمين، كله متمسك بالتقوى. المهم اجتمعوا سادات قريش وكباريتها بدهم يلاقوا حل لهذا الموضوع. ومن بين سادات قريش وكباريتها كان في شخص اسمه عتبة بن ربيعة، وهذا الرجل كان ذكي كتير كتير ومن أعلام اللغة العربية، وكان شخص رزين ومتعلم ومثقف، ما كان جاهل أبدا، وخبير بأنساب العرب وعاداتهم، وسياسي محنك ومتكلم. فقام هذا عتبة بن ربيعة وقال لهم انه الحل عندي، انا رح روح لعند النبي محمد ورح حاول اقنعه وحاكيه خليه يتراجع عن هالدعوة. فاجمعوا كلياتهم وقالوا له نحن معك. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عز وكرام وصاحب نسب معروف، وكمان هو ابن جاهات قريش، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تاجر، والتاجر معروف عنه انه بينتهز الفرص. فهذا عتبة بن ربيعة قال لحاله انه هلا بغريب بالمال وبغريب بالعروض اللي عندي، لانه عتبة بن ربيعة مو شخص سهل، شخص خبرة بالناس ويعرف كيف الناس بتفكر، بيعرف يحكي، وخصوصي مع شخص اثبت جدارته وقوته. المهم راح لعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقابله عند الكعبة، فاستقبلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليسمع شو في عنده. فبلش عتبة يتكلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليفاوضه بهذا الموضوع، وبلش بالكلام الحلو: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة والمكانة من النسب. وبلش بقى بده يدهلس، يعني انه انت حفيد عبد المطلب وهاشم ونحن هيك حسب نسب ونفهم على بعضنا وهيك. بعدين بلش بقى يفوت بالموضوع وقال له انه انت جبت امر عظيم، فرقت شباب العرب، وقال له انه خربت احلام سادات العرب بالسلطة، وانه عيبت على الهاتهم ودينهم، وكفرتهم وكفرت ابائهم. يا ابن اخي رح اعرض عليك امور وانت بتختار يلي بدك اياه منا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا ابا الوليد، محترمه، احكي اللي عندك. قال له من الاخير بدك مال، نجمع لك مال وثروة ومنساويك اغنى واحد فينا. بدك سيادة والسلطة، بنسيدك علينا، خلص الزعامة والسلطنة كلها بإيدك، كلياتها تحت أمرك. لك حتى إذا كنت حابب تكون ملك ملكناك علينا يا أخي. بدك نساء، بدك زوجة معينة حاطط عينك على وحدة، من زوجك بدل الوحدة 10 من أجمل نسائنا. وإن كنت مسحور أو فيك مس من الجن ما عم تحسن تتخلص، نعمل المستحيل، ندفع مال الدنيا لحتى نجيب لك أهل الاختصاص يخلصوك من هالشي. يا ابن أخي اطلب اللي بدك يا، نحن تحت أمرك، بس هي الدعوة الإسلامية اتركها. فكان جواب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالتالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين. بدأ يقرأ من سورة فصلت، وبداية سورة فصلت الآية الأولى حامين، وحامين عم تطلع أحرف باللغة العربية من رجل أمي، وعتبة رجل عالم باللغة العربية ومثقف وبيعرف أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل أمي. وهالسورة سبحان الله مطلعها بحامين بتخلي الأذن تصغي وبتلفت الأنظار وبتشد الانتباه. حامين تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وما زال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه من سورة فصلت، وعتبة عم يتسمع ويصغي لحد ما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للآية 13 لما قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. بهالآية هي لما سمعها الرجف عتبة بن ربيعة وتغير لونه وخاف من رب العالمين وخاف من هي الصاعقة، لأنه هو بيعرف بقصة هي الصاعقة وبيعرف أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب. وترجى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتوقف عن الكلام وما يكمل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان موقفه ثابت عند الحق، بالرغم أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رجل ديني ودنيوي، تزوج وعمل بالتجارة، لكن كان عنده الإسلام ودين رب العالمين فوق كل شيء. نشر الدعوة الإسلامية والإصلاح هو الغاية الأسمى والهدف الأساسي. نطق بس بالقرآن، ثبت عند موقفه، مستغني ومستعف عن كل الدنيا. المهم خرج مفزوع هذا عتبة، قابل الكفار والمشركين، قالوا له شو صار معك، ولقوه متغير لونه، غير وشه، غير الصورة اللي دخل فيها لعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشهد قدامهم أنه هذا الكلام اللي سمعه مو كلام بشر ولا كلام جن ولا كلام سحرة، هذا كلام رب العالمين. والشخص العاقل والخبرة بالحياة والفهمان بيتأثر لما يجادل أو يناقش رجل صادق بكل معنى الكلمة. اطلع بها الرجال كلها الكفار وقال لهم: شوفوا، رح أقول لكم هالكلمتين، إنسان ذكي كتير هو. قال لهم الحل لا تتدخلوا فيه أبدا ولا تقربوا عليه، خلوه يدعي براحته، طاوعوني واسمعوني. هذا العرب إذا تمكنت منه وقضت عليه خلصتوا منه، ارتحتوا، وإذا انتصر رح تنعزوا بعزه وحيصير لكم شأن بسببه. كلام منطقي وعقلاني. شو كانت ردة فعل الكفار والمشركين؟ عند، كبر. في ناس ملكات العقلية ضعيفة ما بتلقطها على الطاير، في ناس هيك عند، ضلوا متشبثين، ضلوا معندين، بدهم يحاربوه، صاروا يستهزئوا فيه، صاروا يقولوا سحرك محمد. هذا ديننا وهذا الشيء اللي بنتعلمه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه ما اكون انا آدمي ودرويش وما بتدخل بغيري، بدي اكون صاحب حق، صاحب موقف. نتمسك بديننا ونداوم على نشر الدعوة بالترغيب وبالترهيب. لازم نقرأ سورة فصلت ونفهمها ونتعمق فيها ونعرف معانيها ونطبقها وننشرها وننبه ونحذر كل اللي حوالينا. غضب رب العالمين لما بيحل على الكل، على الصالح وعلى الطالح. نحن ما بدنا ناس صالحين، بدنا ناس صالحين مصلحين، رجال حقيقة بتخاف من رب العالمين، حقيقة زاهدة بالدنيا، همها تعريف الناس كلياتها بدين رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم.